بدأت الاحتجاجات تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم ارتفع سقف مطالبها إلى الدعوة لإسقاط إصلاحات ضريبية رأى فيها كثير من الفرنسيين استنزافا للطبقة العاملة وامتيازات للطبقة الغنية. هدأت تلك الاحتجاجات لاحقا، لكن أسبابها لم تكن إلا عود كبريت قابل للاشتعال في أي لحظة، حتى حين فاز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية في انتخابات إبريل 2022 كان وضع الاقتصاد صادرة في سبتمبر الماضي، فإن نظام التقاعد سينهار بشكل طفيف وتدريجي بين عامي 2023 و2027. جاءت خطة الإصلاح الحكومية ببنود أهمها رفع السن القانونية للتقاعد، ومرة أخرى الشارع يقول لا. للمرة الأولى منذ 12 عاما ظهرت النقابات الرئيسية الثمان في فرنسا ضمن جبهة موحدة، وشنت سلسلة إضرابات لمنع الحكومة من تمرير خطتها. تجادل النقابات بأن هناك وسائل أخرى يمكنها ضمان استمرار نظام المعاشات التقاعدية، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء وزيادة مساهمات أصحاب العمل أو مساهمات أصحاب المعاشات الميسورين. تصطدم خيارات ماكرون وحكومته بمخاوف العمال، والاقتصاد الفرنسي يترنح تحت ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب في أوكرانيا.